في دكتور اسمه هارفي كارب كان قاعد يفكر ازاي الطفل اللي لسه مولود يبقى هادي كأنه داخل الرحم، فاخترع حاجة اسمها الفايف اس ومجمعها. في كل كلمة منهم بتبدأ باللتر اس. أول واحدة اللي هو السوادلينج أو طفل يتقمط، تحطيه فوق قماط بحيث إن الطفل ما يحسش إن هو، أنت عارفة الطفل كل شوية يتخض، كل ما يتحرك يتخض، كل ما يسمع صوت يتخض، وده أمر طبيعي في الأطفال المولودين لسه. فلما يبقى متقمط يحس ان هو ما بيتحركش، فيبقى اهدى كأنه داخل الرحم. تاني اس اللي هي السايد بوزيشن او ستومك، ان انتي الطفل لما تشيليه على جنبه او تحطيه على جنبه او تيجي تشيليه تبقى بطنه على دراعك، يبقى مرتاح. بس الكلام ده لما يكون الطفل صاحي، مش لما يكون نايم. اما الطفل بينام على ظهره زي ما احنا اتفقنا. لا، مش ان انتي تقعدي ساكتة. تالت اس الطفل بيحب صوت كأن صوت المية اللي كان بيبقى حوالين الرحم، فالصوت ده بالذات اللي هما بيسموه الوايت نويز، ده بيريح الطفل، بيحسسه كأنه لسه موجود داخل الرحم. سوينج، ان انتي تهز الطفل بالراحة، الطفل هيحس كأنه بيتحرك جوه رحم الأم. الإحساس ده بيطمن الطفل، عشان كده في بعض الأطفال ما بتهداش إلا لما انتي تقعدي تهزيه. هي الصك أو الساكلينج، أو إن الطفل بيحب يحط حاجة في بقه. عارفة الأطفال اللي هم دايما بيرضعوا بس ما بيبقوش جعانين وعايزين دايما صدر الأم في بقهم، او ان احنا نستخدم التتينة او اللهاية بعد عمر الشهر، هو ده بيطمن الطفل ويحسسه بالامان. طب انتي مش عايزه تستخدمي اللهاية، لو لقيتيه بيحط ايديه في بقه سيبيه، لان هو ده مش علامة على الجوع، علامة ان هو بيطمن نفسه.